السيد أبو حفيظة في السينما شارب من الريحان. السيد أبو حفيظة كريم. السيد أبو حفيظة شايف كل حاجة وعارف كل حاجة وبيستاهل عمل عظيم. احنا اتعلمنا الإعلام طبعا على ايدين أستاذ كبير وأستاذ عظيم هو سيد أبو حفيظة. الاهتزاز. كل راجل مننا لازم يتعرض لهزة في حياته، ممكن تبقى هزة واحدة وساعات بتبقى 1.5. وهو ده اللي بيبين معدن الراجل الحقيقي مننا. لكن هزة أبو حفيظة ما كانتش واحدة ولا 1.5، كانت 6.1. زلزال 92 كان من الأحداث المؤثرة اللي أثرت في حياة سيد بصورة كبيرة، واللي هزت في نفسيته بصورة أكبر. سنة 92 كانت عبارة عن سنة الزلازل المستمرة اللي دمرت حياتي، واللي بدأنا فيها بهزة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية في السنغال. تهزمنا قدام غانا وزامبيا وخرجنا من الدور الأول من غير ما نجيب ولا جون. الهزيمة اللي مصر خدتها من غانا ومن زامبيا نكدت على كل المصريين، خصوصا منتخب زامبيا اللي قرفنا في كل مباراة. ويومها ندور على سيد أبو حفيظة اختفى، راح فين؟ فلسع. الهزة الحقيقية اللي زلزلت سيد سنة 92 مش زلزال المنتخب، لأنه كان ساب الكرة من سنة 90. الهزة الحقيقية هي نزول الأغنية دي في وسط مجموعة من الأغاني في ظل صراع الألبومات في 92. سيد أبو حفيظة حس بهزة جواه، زلزال يعني، سنة الزلزال 92 بسبب أغنية كل البنات بتحبك. كل البنات بتحبك، بكل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ البنات شغلاني بتعدي مش شايفاني، وانت اللي يوم والتاني تسأل عليك ملايين، تسأل عليك ملايين، تسأل ولا حاجة فيك نقصاني. طب ليه العيون تنساني وانت يا دوب في ثواني تيجي القلوب دايبين؟ بكل البنات بتحبك، بكل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك. بخلاف عبقرية الفيديو كليب وتقريب المطرب وشه من الكاميرا لدرجة اننا كنا بنقدر نعد عدد شعر دقنه، الا ان اللي شدني في الاغنية وزلزلني بالفعل هو نفسنة المطرب عليا، خاصة ان انا كنت في الوقت ده شاب جان في بداية الثلاثينات. سيد أبو حفيظة ما بيعرفش المطربين من بعض ولا بيقولوا ايه. اكيد سيد ما زلزلوش الكليب ده وقتها، لانه من كتر حبه في الاغنية اشترى الالبوم اكتر من 34 مرة، وده اللي ساهم في ترشيح الألبوم ده لجائزة الميوزك فورورد. امال ايه؟ شريط القطر لازم يعني ما نبصش فيه واحنا راكبين القطر، ندخل وشنا جوه، يعني مهم الهواء يفسح في الواحد يبقى يتخنق، ونرجع نقول خدنا برد. الزلزال كلمة مكونة من 3 حروف متكررين، ورغم ان ثابت ان في حاجة زلزلت ابو حفيظة سنة 92، الا انه ما كانش معروف ايه هي. مهمة في تل أنابيب بطولة نجمة الجماهير الغفيرة، فيلم هزني وزلزلني بالفعل، وأشبع رغباتي في إن أحس إن مصر بخير، وأكد لي إذا كان الخال والد فالخالة وطن بحاله. خالتي بتسلم عليك، خالتي بتسلم عليك، خالتي بتسلم عليك. سيد ما كانش عنده خالات أصلا، لذلك هو حس بغربة كبيرة في الوطن للسبب ده. وهو حكالي إنه كان بينزل الشارع يصرخ بعلو صوته ويقول يا مصر، أنا ليه خالتي ما بتسلمش عليا؟ اكسكيوز مي يعني. الحقيقة
ان سيد كان عنده خالة على خلاف شديد مع ابوه، كانت واخدة على خاطرها فهربت من بيتهم وراحت اسكندرية تقرا الودع. طبعا انا كان لازم اخرج سيد من الحالة المزرية دي، وليه دوري في حياته كان كده، فكنت دايما اروح اقول له انه خالتي انا هي اللي بتسلم عليه. حبايبي الحلوين، يا ولاد يا ولاد تعالوا تعالوا علشان نسمع أبلة فضيلة وتغني لنا حكاية طويلة. أبلة فضيلة كواك 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 كواك. هو اختلاف الرأي عن سبب الزلزال ممكن ينفي ان الزلزال نفسه حصل، ولا اختلاف الرأي معناه ان البلد كلها كانت بتتهز وقتها، بتتهز من فوقها لتحتها ومن شمالها ليمينها؟ وبعدين تخيل سنة مصر خسرت فيها من زامبيا وطلعت اغنية كل البنات بتحبك وانتجت فيلم مهم في تل ابيب. ما هي لازم تبقى سنة الزلزال. لا، انا اعتقد انه اللي هز سيد نفسه وقتها هو الزلزال نفسه. سيد مفيش زلزال يقدر يهز شعره من راسه. لا انا عارفه كويس، مفيش. البيت اللي كنت ساكن فيه وقع عليا انا والجيران وانقذونا باعجوبة، وساعتها اللي هزني مش الزلزال، لان وارد يكون عندنا زلزال. اللي هزني ان المقاولين ما كانش عندهم ضمير لدرجة ان البيوت وقعت مع اول هزة. ما هو طبيعي يكون في زلازل، لكن مش طبيعي ان ما يكونش عندنا ضمير. انت تقدر تضمن دلوقتي عمارة حتى لو حديثة ما تقعش في الناس؟ انت فاكر الراجل اللي كان اسمه اللي كان بيبني العمارات تقع بالعرسان دي؟ وكيل النيابة بيسأله بيقول له يا راجل انت ازاي تبني العمارة؟ اسمه البيومي. ازاي تبني العمارة تقع بعد 3 اشهر؟ قال له بيه اعمار عمرها كده، عمرها انتهى. قال له البني ادم بيبقى ماشي يقع ميت، مش عايز العمارة تموت ليه؟ وقتها كان سيد خايف على حبيبته اللي غابت اخبارها في الزلزال، ومعرفش سيد ان كانت بخير ولا لا، وده اللي كان هيجننه. واحد غيري كانت راحت منه خالص، لكن انا ما حصليش اي حاجة، وقفت بمنتهى الثبات بصرخ واقول ما حدش يركب الاسانسير، كله ينزل على السلم، ما حدش يركب الاسانسير، كله ينزل على السلم. الكابوس يما الكابوس مصري وجدع جدا، عارفينه اصلا عن جدا، لا حلته مال ولا فلوس، وفي حب مصر بلده مهووس. الكابوس يما الكابوس لا له في خيار ولا فقوس، عارف في ايه جوه النفوس، وحالف لا يدي دروس، بس اما يقوم من ده الكابوس. الكابوس يما انا ابو حفيظة نجم كبير، شايل هموم وهمومكم كتير، وما تضحكوش ده الوضع خطير. ده العالم سابق بالعلم، وعشان كده فارق بكتير. يما الكابوس